تخيل معايا انك تقعد 6 سنين تشتغل وبتتعب وتجتهد ومش عارف تحصل اي حاجة. 6 سنين من الشغل الشاق والمعاناة وتشغيل الدماغ. ولكن مفيش نتيجة. ده اللي حصل معايا. انا حرفيا كان بقالي 6 سنين مش شايف حاجة، مش شايف اي تغيير. كل ما بشتغل بحس ان الدنيا بتقع اكتر. والغريبة هنا ان كل ما ربنا يفتح عليا بشغل كتير بلاقي نفسي مش متحمل الضغط وبستسلم. يعني بحس ان انا من جوايا انا عايز الرزق وعايز الشغل، بس لما الشغل حتى بيجيلي مفيش توفيق ومفيش قدرة من عند ربنا ولا قوة ان انا اخلص الشغل. يعني حتى انت لما بتبقى الدنيا واقفة معاك، طب خلاص الدنيا مش واقفة، جايلك شغل. لما الشغل جايلك انت كمان مش قادر تسلم الشغل. فقعدت 6 سنين بعاني من هذا الموضوع، ومتبقاش عارف العيب فين. متبقاش عارف العيب فين. فالفيديو ده انا عامله لكل واحد يعني بينزل الشغل كل يوم وبيسعى وسواء انت طالب او ربة منزل او عندكم طلب معين عند ربنا سبحانه وتعالى، وشايفين ان انتوا يعني بتعملوا اللي عليكم من الدعاء والالتزام وكل شيء والسعي، ولكن مفيش توفيق. يعني على اخر لحظة تلاقي الحاجة بتبوظ او بتلاقي مثلا حالك واقف بقالك فترة. فالفيديو ده هيبقى مهم جدا ليكم، لان انا مريت بالتجربة دي. اللي حصل معايا ان انا بقالي 6 سنين العملية واقفة معايا خالص. بسعى باخد بالاسباب بعمل كل حاجة. والمشكلة الأكبر إن كل ما أحاول إن أنا يعني لما حتى بيجيلي شغل ما بعرفش إن أنا أخلص الشغل، مع إن دي حاجة غريبة جدا يعني. وبحس إن أنا دماغي مش عارفة تركز. دماغي مع إن الشغل جه، بس دماغي مش قادرة إن هي تبروسس العملية وتخلص الشغل. الكلام ده كله أنا عانيت منه، وقعدت أدور على السبب. آه، ما لقيتش غير سبب واحد. يعني أكيد في حاجة غلط أنا بعملها، أكيد. يعني توفيق ربنا مش هيجيلك إلا لو أنت من جواك يعني إيه بتتقي الله وما بتعملش ذنوب والكلام ده. كلنا عارفين القصة دي يعني. بس فطبعا جيت في يوم، اليوم ده أنا كنت قاعد فيه، أو مش في يوم، يعني كان بقالي تقريبا أسبوع ما بعرفش أنام. ما بعرفش أنام من كتر التفكير، اللي هو أنا إزاي بقالي سنين واقف في حتة واحدة ومفيش توفيق في أي حاجة. يعني حتى ممكن تسافر بره مصر وترجع يا رب كما خلقتني، مفيش اي حاجه بتحصل. فلما استنفذت جميع الاسباب قلت لا، اكيد في حاجه غلط انا محتاج احلها. فقعدت اسبوع كده ما كنتش عارف انام، ودعيت ربنا بدعوه. يعني كان في ذنب معين انا بعمله، وهي كانت حاجه غلط جدا يعني. ودعيت ربنا ان هو يعني يكتب لي الخير ويشيل من قلبي الذنب ده. وبالفعل بالفعل تاني يوم من الدعوة دي أنا حسيت براحة نفسية، وبدأت إن أنا بعدت عن الذنب ده نهائي. وبقيت الحمد لله بقيت ملتزم أكتر. ولقيت إن من أكتر الحاجات اللي بتساعدك تقلع عن ذنب صعب جدا أنت مش عارف تخلص منه هو إن أنت تقرب من ربنا. بمعنى إن أنت تعمل كل ما هو يساعدك إنك
تبدل الذنب ده. يعني مثلا ايه، انت دلوقتي بتعمل ذنب معين، فانت ما قدامكش حلول آه كتيره، وجربت كل الحلول. يعني حتى لو في حلول كتيره فانت جربت معظم الحلول، مفيش حل نافع، حرفيا مفيش حل نافع. طب هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تقرب من ربنا بشكل، مش عايز اقول مبالغ فيه، بس عايزك كأن انت مفيش حاجة في حياتك بتعملها غير ان انت بتقرب لربنا في كل عمل انت بتعمله. حرفيا بتشغل وقتك بدرجة جبارة، بتخليك انت اصلا ما عندكش وقت تفكر في اي حاجة غير بس عبادة وطاعة وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي حرفيا الذنب ده بيتمسح من دماغك زي الاستيكة، ولا كأنه كان، ولا كأنه جه على بالك مرة في حياتك اساسا. ايا كان نوع الذنب، سواء بقى انتهاك لحرمات الله، آه، ذنوب تانية، ذنوب الخلوات او الخلوات يعني وكده، هتلاقي نفسك سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم: ولمن جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحبيب قلبي، انتوا او انت لما تجاهد نفسك في سبيل الله ان انت تروح تقرب من ربنا، ربنا هيهديك للسبيل ده وهيقربك منه اكتر. واحنا عارفين الحديث اللي هو، يا ريت اللي عارف الحديث يكتب لنا في التعليقات، من تقرب الي شبرا قربت اليه باعا. انا اتمنى اكون بقولها صح، فاللي عنده الحديث ده يكتبه لنا في التعليقات لو سمحت. ماشي. وعايز اقول لكم على حاجه برضو لاحظتها، ان معظم اللي بيتفرج على الفيديوهات عندي بيبقوا من غير المشتركين. فانا مش عايز اغصبك انك تشترك، ولكن انا اتمنى انت تشترك عشان انا عايز افيدك. انا عايز افيدك وعايز افيد اكبر عدد من الناس. فانت لما تشترك انا باخد حسنات، وانت بتاخد حسنات واجر على ان انت بتستمع للفيديو زي كده، وهكذا. خلاص. والفيديو برضو يظهر لناس اكتر، وتفضل العمليه مستمره ان شاء الله. بس فلو حابب تنضم لاسره القناه تبقى حاجه جميله جدا وتشرفنا. بس فاكتشفت بقى ان سبب عدم استجابه الدعوات اللي انا بدعيها مع الاستغفار والكلام ده كله والاخذ بالاسباب والسعي، ان في ذنب انا كنت بعمله، والذنب ده انا كنت بستغفر وكل حاجه، ولكن مش عارف ابطل الذنب. انت عارف الذنب ماسك فيك كده مكلبش، انا مش هسيبك. ومهما حاول، ممكن تصوم، ممكن تصلي، ممكن تتصدق، ممكن تستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل كل حاجه، الذنب ده برضه ماسك فيك. فتعمل ايه؟ ايه الحل الوحيد؟ الحل الوحيد انك تقفل الباب اللي الشيطان بيدخل لك منه، وهو ان انت، مش عايز اقول بعيد عن ربنا، ولكن عايز اقول ان انت عشان تقفل الباب اللي الشيطان بيدخل لك منه، انا عايزك ما تبقاش فاضي نهائي. بمعنى، السبحه دايما في ايدك. ليه؟ هي السبحه بدعه كده كده، بس انت لو السبحه في ايدك فانت بتفتكر ان انت ايه، تسبح وتحمد وتكبر. خلاص. كمان ايه، المصحف دايما قدام عينك. يعني انا دايما يا اما هتلاقيني حاطط المصحف هنا، خلاص كده مثلا، يا اما هتلاقيني حاطه الناحيه دي، يعني معايا المصحف ده برضو حاطه قصادي. ليه؟ بتمنع اي مدخل الشيطان والعياذ بالله يدخل لك منه، او تمنع وساوس الشياطين. خلاص. فالحل الامثل والوحيد لهذه المعضله ان انت مش تقرب لربنا وبس، لا، انا عايزك تسعى في طريق يخليك اصلا بتاخد من يومك ومن وقتك ان انت تعمل حاجه تقربك لربنا، حاجه تستهلك من دماغك وتفكيرك ان انت تقرب لربنا. خلاص. طيب، هل يكفي ان انا امسك المصحف واقعد مع نفسي وان انا اذكر الله وكده؟ لا، مش كفايه. مش ده اللي انا بقول لك عليه. انا بقول لك انت لازم تعمل حاجه على غير العاده، حاجه الشيطان والعياذ بالله مش متوقع انك تعملها. زي ايه مثلا؟ انت بتمسك المصحف في العادي، في العادي خالص بتمسك المصحف وتقعد تقرا وتسبح وتذكر الله. جميل جدا، جميل جدا، ربنا يجازيك خير ويجازينا كلنا ويثبتنا ويثبتك. انا بقى عايزك تعمل الحاجه اللي مش عاديه، اللي هي الاكسترا، اللي هو الشيطان مش متوقع انك تعملها. زي ايه مثلا؟
لو انت في العادي بتاعك بتقرأ القرآن وتذكر الله، لا انا عايزك تقوم من مكانك وتقوم تعمل خير في حتة تانية. انا عايزك تقوم من مكانك وتبقى عندك عادة جديدة، عادة ان انت تروح الجامع تذكر الله وانت قاعد في قلب الجامع. يبقى عندك عادة جديدة، بتخرج من البيت بتطلع صدقة، بتعمل إطعام، أو بتوزع أزاز مية، أو بتكفل يتيم، أو مثلا بتبقى قاعد مع زمايلك فتبدأ تتكلم معاهم عن ربنا. تبقى أنت قاعد مع زمايلك فتسيبهم وتروح تصلي. تبقى أنت مثلا بتروح الجامع في وقت الصلاة، لا أنا عايزك قبل الصلاة تبقى أنت متوضي وتحط البرفيوم بتاعك، او مثلا المسك او العود او ايا كان، تلبس الجلابيه الجميله المكويه وتروح للجامع قبل الاذان، وتقعد هناك تمسك المصحف وتقعد هناك تعرف على الناس، تبص يمين وشمال، ازاي حضرتك عامل ايه، ايه الاخبار، ربنا يتقبل منك وبتاع. معاك بنبوني، خد معاك بنبوني وحاجات وزعها على الاطفال. ليه؟ دي كلها حاجات هبله. بس انا عايزك تعمل ايه؟ انا عايزك تفاجئ الشيطان ان انت، لا يا باشا انا مش هعمل العادي اللي انت بتشوفني قاعد بعمله، انا يعني بمسك المصحف وبستغفر وبذكر ربنا، ده كله جميل، لكن انا مش هعمل العادي بعد كده. لا، ليه بقى؟ انا هقول لك ليه. العادي لما انت بتعمله بيتحول الى عاده، ومش بتبقى مدرك ان انت بتعملها، فبتلاقي نفسك بتعملها وانت اصلا بتعملها وانت اصلا يعني مش واخد بالك. عارف انت اللي هو انت مش واخد الموضوع for granted، يعني انت مش واخد الموضوع ان هو مش مهم، ولكن انت الموضوع من كتر ما هو بقى عادة انت ما بقتش حاسس بيها، ولذة الايمان ما بقتش موجودة. لذلك سهل جدا ان الشيطان يدخل لك، لان انت كده كده ده العادي بتاعك، فانت مش حاسس بيه، والعادي ده مش هو اللي هيرضع الشيطان. فلذلك انا بقول لك ما تعملش العادي، لان العادي تحول الى عادة وخلاك ان انت مش حاسس بيه اصلا، وما بقاش من مواطن القوة اللي بتخلي الشيطان يخاف ويترعب منك. لا، الشيطان بقى شايفك دايما بتذكر الله، بتمسك المصحف وانت قاعد مكانك، وبتروح تصلي قبل الصلاة ب5 دقايق وعادي. لا، عشان كده الشيطان بقى سهل ان هو يدخلك ذنوب جديدة، بقى سهل ان هو يوسوس لك وانت بتستمع وتتأثر وانت فاكر ان انت ايه ده، ما انا بعمل كل حاجة. لا، انا عايزك تكسر العادي. لما تكسر العادي فتبدأ ان انت ايه، تعمل عادات جديدة تصعب على الشيطان انه يلاقي وقت يدخل لك. باشا انت معظم وقتك في الجامع، يعني مثلا لو انت في الشغل بتصلي في مكانك، لا سيب مكانك وروح الجامع القريب منك. طيب لو انت في الشغل ومثلا بتذكر الله عدد قليل، لا اذكر الله عدد اكبر. طب لو انت مثلا، او لو انت يعني هي بص الامثله كتير، لو تاخدوا بالكم هي الامثله كتير. فانت شوف ايه هو العادي الذي تحول الى عاده واكسرها. ما تكسرهاش بقى، زود عليها. لما انت تزود عليها الشيطان هيبدا برضه مش هيسيبك، هيبدا يدور على اوقات جديده وطرق جديده ان هو يوسوس لك ويدخل لك، بس هيبقى هو خلاص استنفد القوه بتاعته خلاص. طيب ايه هي الحاجات، يعني لو احنا قلنا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما هي العادات التي تبعد الشيطان؟ مثلا انا عايز احول ثانيه كده، اهي. ما هي العادات التي تبعد الشيطان؟ خلاص، تعال نشوف ايه بقى. اول حاجه المواظبه على ذكر الله والاستعاذه به وقراءه القران الكريم، خاصه المعوذتين وسوره البقره لضمان الحمايه الشامله. والاهم بقى التحصين اليومي، المداومه على اذكار الصباح والمساء وقراءه ايه الكرسي وتلاوه سوره البقره
وذكر الله عند الدخول والخروج، وكثرة الاستغفار والتوبة. فده كله جميل. احنا بقى هنا في القناة بنعمل العادي ده كده، العادي. فالحاج جوجل هو ما قالش حاجة جديدة، احنا كده كده شغالين في العادي بتاعنا، الاستغفار والاذكار وقراءة القرآن والبقرة وهكذا، ده جميل جدا مفيش جديد. طيب، فلذلك لما انت تعمل الاذكار دي، الاذكار دي هتبقى ضعيفة معاك مع انها قوية، بس ليه؟ لانها تحولت الى عادة سهلة الكسر، بقت في العقل الباطن. عارف انت لما تروح الجامع مثلا وتقرأ، او مثلا لما بتقف تصلي، فانت بتصلي بسورة البقرة مثلا وبالسور اللي انت حافظها. طب ما ده العادي، انت كده اصلا مش هتحس بلذة ومتعة الصلاة ومش تركز فيها. لذلك يقول لك ايه؟ ان انت من المشاكل ان انا مش عارف اركز في الصلاة. باشا انت مش عارف تركز عشان انت مستمر على حاجة اللي انت عقلك الباطن اخذ عليها وحفظها، اللي هي سورة مثلا اللي هي السور اللي انت حافظها ايا كان ايه هي. طب تكسر العادة دي بايه؟ او تركز وتخشع في الصلاة ازاي؟ دخل صور جديدة اثناء التلاوة، اثناء وانت ايه بتقيم الصلاة. خلاص. فعشان تكسر الذنب انا عايزك تكسر العادة وتدخل عبادات جديدة ما كنتش بتعملها، فهتلاقي دايما ايمانك بيتجدد. خلاص. ودي نهاية واخر فيديو النهاردة، وانا حازم وبتكلم على الاستغفار. متنساش تعمل لايك وتقول لي رأيك في التعليقات، وايه الذنب اللي انت عايز تخلص منه. وربنا يا رب يثبتنا ويثبتكم جميعا. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.